السلام عليكم. تعالوا معايا كده هنعمل مع بعض صينية جلاش. جهزت كده الجلاش، عندي نص كيلو، وعندي السمنة الفلاحي برضو سيحتها، وجبت عندي الصينية اللي هعمل فيها. هطلق ورق الجلاش واقسمه على نصين، واجي برضو هنا في الصينية احط كل طبقة على 2 زي ما انتوا شايفين كده. احط طبقتين واحط بقى سمنة فلاحي من انا مسيحاها، او زبدة، اي حاجة كده طبيعية عشان تبقى صحية. وبعدين تحطي الطبقة التانية وتحطي وتفضلي تعملي كل الطبقات اللي في تحت زي كده 8 طبقات فوق بعضهم. كنت بقى بسيح اللحمة المعصجة اللي احنا عاملينها معاكم. هتلاقوها على القناة، سيحتها في قلب الميكرويف، وبدأت اهو انزل اللحمة المعصجة كلها بتاعتنا. اول بقى ما ننزلها كده كلها ونبدأ نفردها فرد كويس عشان خاطر كل الصينية يبقى فيها لحمة معصجة. افردوا بقى اللحمة المعصجة دي كده على قد ما تقدروا، تظبطوا الدنيا كده وتبقى كلها مليانة. عايزة حتى الحروف بتاعتها تبقى مليانة. وبعدين هنعمل فوقيها نفس اللي احنا عملناه في تحت. هنحط 8 طبقات، وكل طبقتين ما فوق بعض نحط عليهم نص معلقة سمنة فلاحي، ونوزعها كده، او من السمنة اللي انتم مسيحين عندكم او الزبدة. تفضلوا تعملوا نفس الطريقة دي لغاية ما تخلصوا الصينية كلها. دي كده اخر طبقة هنحطها. وبعدين هنجيب الحروف بقى اللي طالعه دي زياده كلها هنتنيها لتحت تحت كل الطبقات. تعملي الصينيه بتاعتك دي كلها كده داير ما يدور، عشان تبقى عندك صينيه الجلاش بتاعتك كلها متماسكه. ايوه كده خلاص خلصناها. جيبي الشوكه بقى وشوكيها كده عشان خاطر ما تتنفخش منك جوه الفرن. وبعدين جيبي عندي نص كوبايه حليب، وجيبي عندك بيضه ونص معلقه خل ونص معلقه فلفل اسود وذره ملح، وامسكيهم كده اضربيهم ضرب كويس بعد ما تحطي عليهم نص كوبايه الحليب. اضربيهم بقى ضرب كويس كده. وفي الوقت ده كده واحنا بنضرب بقى هناخد الصينيه بتاعت الجلاش نحطها في قلب الفرن. حطيناها في قلب الفرن، لما تبقى مستويه نص سوا هنطلعها، نحط عليها الخليط اللي احنا عملناه مع بعض، البيض مع الحليب مع الفلفل الاسود والخل التفاح. يا جماعه بيمنع الزفاره، بتبقى الصينيه بتاعتك جميله جدا وطعمها خطير. ايوه هي دي الطريقه. هنرجعها تاني في قلب الفرن تكمل سواها، ولما تطلع تبقى عندكم بالشكل القمر ده. قولوا لي ايه رايكم فيها واكتبوا لي في